هي مصر كده دخلت الحرب بعد زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدولة الإمارات واستقبله الشيخ محمد بن زايد. قالت وكالة الأنباء الإماراتية وام إن الرئيس المصري والشيخ محمد بن زايد رايحين يزوروا المفرزة المصرية اللي موجودة في دولة الإمارات علشان يتأكدوا من جاهزيتها للقتال. ماشي، طب هو كده مصر دخلت الحرب فعلا ولا دي مجرد صور وخلاص؟ بص، هو معنى ان مصر دخلت الحرب او لا لسه مش معروف. مفيش حاجة معروفة غير ان وكالة الانباء قالت ان في مفرزة مصرية موجودة. مش معروف المقاتلات موجودة من امتى او هتمشي امتى او جت امتى. طب ايه هي المفرزة اصلا؟ المفرزة دي عبارة عن مجموعة قتالية صغيرة، يعني حوالي من 3 ل 9 طيارات، بتكون مكلفة انها تقوم بمهام محددة. طب ده كلامي؟ لا طبعا، دي كلام صحيفة البي بي سي نيوز. ومن الفيديو اللي نزل ظهر فيه مقاتلات الرافال اف 4، ودي اللي مصر لسه مستلماها من فرنسا. ودي لو يدل على شيء فيدل ان المقاتلات احتمال تكون ما جاتش مصر اصلا ووصلت للامارات على طول. واكتر حاجة كويسة في الفيديوهات اللي نزلت استقبال الشعب الاماراتي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. يحفظ مصر واهلها، والله ندعي لك وادعي لك دائما. تتخيل ان دي ممكن تكون اول قاعدة مصرية موجودة خارج مصر؟ ولو وصلت معايا لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وتعمل فولو لو اول مرة تشوفني. سلام.